السلام عليكم اخواتنا، ان شاء الله تكونوا بخير. حبيت نعلق على مباراة اتحاد العاصمة مع الفريق المغربي. حبيت نبعث رسالة للشعب المغربي الشريف، مادام عندي متتبعين من المغرب، باش تشوفوا يا خاوتي باللي السياسيين تاعكم هما اللي دايما يسبقوا للعيب ويديروا سياسة، يدخلوا سياسة في الرياضة ويسعوا باش يفرقوا بيناتنا. انا على بالي بلي في المغرب كاين شرفاء وكاين ناس ما يقبلوش هذا الامر. نتمنى تنتفضوا وراكم تشوفوا بعينيكم باللي هما اللي دايما يسبقوا في العيب. الفريق المحلي تاعكم دخل بخريطة تاع خريطة غير معترف بها، لا دوليا لا افريقيا لا والو. الاراضي الاراضي تؤخذ بالدماء وتدي الاستقلال تاعها بالدماء، ماشي تجيك في راسك هكذا دير خريطة تاع بلاد تلصقها في بلادك. يعني هذا امر مستفز. مام لو كان داروا في بلاد واحدة اخرى راح يديروا لهم نفس الشيء. وحنا الفريق تاع المغرب استقبلناه وجو السيجور تاعو في الجزائر لازم مرتاح، اما باش يدخل يلعب ما يقدرش يلعب بهذيك لاتوني، فهي مستفزة وغير قانونية. حاجة تانية، رسالة لفريق اتحاد العاصمة، حابين نقول لكم باللي النيف والخسارة فريق اتحاد العاصمة ما يسحقش كوب دو كاف باش يبين العراقة تاعو، وماشي كوب دو كاف كي ما يديهاش لا حتنقص له من قيمته. فريق العاصمة اتحاد العاصمة عريق وكبير بلا هاد التتويجات الغبية هذيك كوب دو كاف هادي ديجا العام الجاي ينحيوها. حابين نقول لكم باللي النيف والخسارة فريق اتحاد العاصمة راه يساند فيه كامل الأندية الجزائرية، وأنا بصفتي مناصر فريق رائد القبة نعلن مساندتي لفريق اتحاد العاصمة وبون كوراج والنيف والخسارة، وتحية الجزائر. والجزائر دولة بحجم قارة ما كاش لي يفرض رايو عندنا.